قال الدكتور وقال الله بالله وقال الله. مين هو راس مصطفى عم عبد العزيز. عيش انت. قال مصطفى هو سبقتنا سنة لا وفاة عام. عايزين ننهي الموضوع. أنا جاي أرضى ناخد معاه تاني نسمع رأيكم من اليوم اللي حصل شوف. بعد كده قال مصطفى احكوا قول. ورد وليد أنا زمان جيت خبطت على بابكم طلبت بنتكم وانتوا رفضتوا، كمان خطبتها من غير ما ترد علي تقولوا او لا. شوف يا مصطفى انت اخويا وعايز اقول لك ان وردة اول حب في حياتي، اول حب حبيتها بجد، وهي كمان بنتي. مرات مصطفى تكد الكلام اللي انت بتقوله ده او قتلتك دلوقتي هاخد فيك يوم. بعد كده جه زياد قال السلام عليكم. مرات مصطفى كملت خير انت كمان عايزين. راد زياد خير ان شاء الله. شوف يا مصطفى انا مكسوف منك، بس بنت عمك كلم شباب من وراك. ولاد مصطفى بتقول ايه؟ يا مجنون انت؟ عارف كلامك ده بسك عليه؟ ولاد زياد عارف، بس انا معايا الدليل على كلامي ده كله. فهمان يا اساس مصطفى ناوي تهرب مع وليد بيه. وهي بتقول بتعترف. انا مسجل كل حاجة تقدر تسمعه. بعد كده قالت وردة الله يسامحك يا بوي، انت السبب في المشكلة دي. خلاص بس وقعت. بعد كده كان وليد بيجري بسرعة جدا وبيبص وراه، وجري وراه زياد. كان مصطفى غرقان في دمه ويبص حواليه كأنه أول مرة يشوف المكان ده، وأغمى على مصطفى